بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيب الآخرة يا رب العالمين. شفتوا المنظر الجميل اللي قدامكم ده؟ هيفتح النفس بقى على ايه؟ على اكل السبانخ معتبرة. هنجيب السبانخ من الارض زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وحاجة كده يعني عسل عسل. السبانخ من الاكلات اللي يعني في ناس كتير قوي قوي بتحبها، واكلة خفيفة وحلوة ويا ريت طبعا لما تيجي تعملوا السبانخ تعملوها يعني مثلا على قد الاكله النهارده، تيجي دوبك هي تتطبخ وتتاكل. لان كتر التسخين فيها بيقولك يعني سمعت ان هو بيخليها تفقد العناصر بتاعتها وتقلب لحاجات يعني بدل ما تبقى مفيدة بتبقى مضرة. فيا ريت لما نعمل سبانخ نعمل على قد الطبخة. ويا ريت يا جماعة حتى لما نيجي نعمل على قد الطبخة، على قد الطبخة مثلا بتاعنا او الاكل بتاعنا، نعمل على قد اليوم. الاكل بيبقى صحي والاكل بيبقى مثلا ليه طعم مثلا وكده. فيا ريت يعني نحاول ايه، نلم ايدنا برضو، كده كده احنا لمين ايدنا، بس يعني ايه، نحاول نظبط الاكل على قد اليوم. هنا بنشيل العنق بتاع السبانخ بتاعتنا. شوفوا الورقة خضرة وجميلة وحاجة يعني اخر حلاوة. طبعا احنا هنعمل ايه. السبانخ بتاعتنا بننقعها، بنشطفها مرتين ثلاثة من الرملة، وبعد كده بننقعها بشوية ملح وسنة خل. بتسيبها منقوعة خالص، وبعد كده هتشوفي زي ما انت هتشوفي دلوقتي في تحت المية الجارية، تقعدي تغسلي فيها برضو، هتلاقي بقى بتنزل رملة وكده، لان هي تقريبا بتبقى مزروعة في ارض رملية. أكلة سهلة برضو وخفيفة قوي. لو انتي عاملة التسبيكة بتاعتك زي ما احنا عاملينها قبل كده معاكم على القناة، هتفيدك، وهتبقى يعتبر انت مش عاملة أكل النهاردة، يعتبر عاملة أسهل أكلة ممكن تعمليها. هنا بصوا، نشيل ونحط فيها، نغسل فيها ونحطها تاني. بس أهم حاجة بتشطفيها شطفتين تلاتة أربعة كده. وبعد كده بتعملي ايه يا ست الكل؟ بتحطي شوية خل، مش خل كتير طبعا، يعني بق خل، سنة ملح بسيطة، سنة سكر، وتسيبيها منقوعة فيها. خلاص، منقوعة فيها بتاع يجي مثلا ربع ساعة، 10 دقايق مثلا، نص ساعة بالكتير، عشان ما تمرش منك، تبقى الورقة دبلانة ومش حلوة. بعد كده بقى تشطفيها تحت المية الجارية او تحت المية مرتين تلاتة اربعة، تلاقيها بتنزل كل حاجة، وفيها رواسب او رمل او اي حاجة بتلاقيها بتنزل معاكي في الغسيل. هنا بقى السبانخ بتاعتنا فل شمعة منورة. طبعا احنا هنعمل ايه؟ انا هنا نسينا نصور لكم انه احنا بنقطع الخضرة اللي المفروض تتحط مع السبانخ. طبعا بنقطع معاها كزبرة، واهم حاجة الكزبرة، عشان الكزبرة هي اللي بتخليها ايه، مسكرة. عاوزة تحطي شبت ماشي، بقدونس ماشي، يعني كده كده السبانخ من الاكلات بس هي طبعا ما نقدرش في السبانخ نستغنى عن الكزبرة بالذات، هي اللي بطعمها بتخليها مسكرة وحلو. هنا هننزل بالبصل بتاعتنا اي تقطيع، والمادة الدهنية اي مادة دهنية انت حباها بقى، زيت بس بتبقى جميلة، سمنة بس بتبقى جميلة، او سمنة على زيت برضو بتبقى جميلة. اي مادة دهنية بتحبي تستعمليها اتفضلي استعمليها وما تقلقيش من النتيجة. هنا خلاص اهوت البصل بتاعنا دي بالحاجة بسيطة، وبعدين نزلنا بالطماطم بتاعتنا طبعا بنصفيها. دي بقى التقطيعة بتاعتنا بتاعت السبانخ. هي مش صغيرة، بس الكاميرا جايباها مش عارفة الكاميرا ظالمة التصوير المرة دي، مع انه كان على الحقيقة كان روعة. هنا اهو نزلنا بالسبانخ بتاعتنا. طبعا السبانخ بتزودها شوربة كتير او مية كتير، لان هي اصلا بتنزل مية. طبعا مش بنحط فيها ملح كتير، لان هي اصلا بتبقى فيها مادة يعني من الموالح او كده، فبتخلي عشان ما تبقاش يعني مالحة قوي معاكي. اظبطي ايدك في السبانخ بالذات، لان هي بتلقط الملح وبتخلي ممكن تبقى مملحة معاكي قوي حتى لو زودتيها ذرة، حاجة بسيطة. هنا نزلنا بالثوم المفروم بتاعنا وحمرناه. هو طبعا هيجيلكوا في الفيديو دلوقتي ان هو متحمر زيادة عن اللزوم، لا هو متحمر، بس هو زي ما بقول لكم كده الكاميرا مش مظبوطه المره دي. هنحمره زي ما انتم شايفين، وننزل عليه بتقطيع كزبره. الريحه بقى يعني الطشطشه والريحه، عايزه اقول لكم جايبه لاخر الشارع، كانت مسمعه لاخر اسماعيليه. شفتوا بقى الحلاوه؟ هننزل بقى بالطشه بتاعتنا ونرجع شويه سبانخ فيها، آه، فريش برضو، وشوية كزبرة، وننزل بقى بيها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ادي عايزة افكركم ان مع السبانخ بنقطع خضروات، بقدونس، شبت، كزبرة، بس بنتوصى بكزبرة شوية عشان نخليها مسكرة. طبعا البهارات بتاعتك فلفل اسمر، كمون، ملح. انت كده ظبطتي الدنيا. عاوزة تزودي بهارات لحمة معاكي، انت كده ظبطتي الدنيا مرتين تلاتة اربعة.
خلاص مرق الدجاج زي ما انت شفتي كده، انت تمام. خلاص كده احنا خلصنا. الطبخة بتاعتنا سهلة وجميلة ولذيذة. طبعا احنا دلوقتي ممكن نعمل اللحمة معاها في قلب الطبيخ. بنسوي اللحمة الأول 3/4 سوا، بعد كده مع الطماطم، وبعد كده بننزل بالسبانخ نفس الطريقة كده. طب احنا دلوقتي عشان احنا طبعا اللحمة غالية يا اختي انت وهي، هنعمل ايه؟ طبعا هنسلق اللحمة لوحدها عشان لو احتاجنا شوربة لأي أكلة تانية. طبعا بنتصرف فيها زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا طريقة اللحمة احنا عاملينها معاكم كام مرة على القناة. طبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وتدعوا لاخواتنا اللي في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم يا رب، وينصرهم على اعدائهم ان شاء الله، وينصر الاسلام والمسلمين، وينصر اخواننا في السودان ان شاء الله. هنا هنعمل ايه؟ هنزودها بس بقين شوربة لان هي زي ما بقول لكم هي بتنزل مية. الملح اهو، هي بنقول لكم اهو ما تزودوش، اهدوا على نفسكم في الملح عشان آه، عشان ما السبانخ من المواد، يعني من الطبيخ اللي بيمتص الملح قوي، عشان ما تبقاش مملحه معاكي قوي. عايزه تقللي في الملح قلليه، مش مشكله. ويا ريت السبانخ تبقى على قد الاكلة اليوم يا جماعه، ما نقعدش نسخن فيها عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. طبعا الرز عملناه معاكم كام مره. هنحمر الرز بتاعنا وننزل بالرز الابيض ونزوده شويه ميه وشويه ملح، وخلاص كده الرز بتاعنا اتعمل. عايزه تعملي شويه رز بشعريه، الاكل ده طبعا اختياري. رز بشعريه، رز حبه وحبه زي ما انتم شايفين، رز ابيض زي ما انتم شايفين. الاكل طبعا بيحب التنوع، وكل واحد بيحب يعمل حاجه او ياكل الاكل الطبيخ بطريقه متنوعه طبعا، او بطريقه تعجبه. بالالف هنا وشفا على قلوبكم. ويا رب دايما تكونوا مستفيدين مننا حتى لو بمعلومه بسيطه. وادوكوا شايفين اهو بقى الرز طالع بالبخار بتاعه، والطبيخ سخن بقى، وفي الشتاء بقى عايزه اقول لكم اخر الدفا. ويا رب دايما تكونوا يا رب دايما نكون بنفيدكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتعليق جميل زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.